الركراكي بيجيد جدا ان هو يبقى الطرف اللي بيستقبل الهجمات. خوتي وصلنا لنهاية لا فيديو. بغيناكم تعطيونا الرأي ديالكم، شنو بالكم في هاد التراجيكتوار او الطريق اللي مشى لها المنتخب المغربي. المنتخب المغربي غيواجه جنوب افريقيا، وبصراحة ما بقى له والو، غيواجه غالبا الرأس الاخضر، وغيواجه غالبا الى وصل نصف النهائي غيواجه اما نيجيريا او غانا، لان نيجيريا او غانا فهي غتربح اكيد غينيات الاستوائية وبيساو. خوتي واش كتشوفوا ان المغرب واش قادر هو اول حاجه انه يفوز على جنوب افريقيا؟ واش كتشوفوا ان المنتخب المغربي يقدر يخلق المفاجاه، يقدر يخضع للمفاجاه او يتقصى لا قدر الله؟ كلكم بغينا الراي ديالكم، وتخليونا شنو من النصائح اللي ممكن اننا نقدموها للمنتخب المغربي. وفي الجهه الاخرى كيفاش كتشوفوا الطريق الاخرى؟ كيفاش كيبان لكم المنتخب السنغالي؟ واش هو منتخب قادر انه يربح المنتخب المصري؟ لانه المنتخب المصري في الحق غيواجه الكونغو، لكن كنعتقدوا ان المنتخب المصري فمنتخب متمرس، له خبره، له حنكه. انا كيبان لي شخصيا انه قادر يربح الكونغو، وقادر انه يربح حتى الدور الربع نهائي، وغالبا غيوصل الدور النصف نهائي. واش كيبان لكم انه ممكن يفوز على السنغال او لا؟ هادشي اللي بغيناكم، تخليونا واحد جيم، واحد لايك لهاد لا فيديو، تهلاو لي في راسكم.